عارف ايه اكتر فخ بيقع فيه المبتدئين لما بييجوا يتعلموا ديجيتال ماركتنج؟ والفخ ده محدش هيقوله لك. الفخ ده ان كل المبتدئين بيروحوا للخوف من التخصص. يعني ايه الخوف من التخصص؟ الخوف ان انا دلوقتي لو اتخصصت في المجال ده هو باين ان المجال ده هو اللي فيه فلوس وهو اللي فيه المستقبل، والمجال التاني محدش بيتكلم عنه فباين ان هو مش فيه اللي فلوسه فيه المستقبل. فهنا انت بيبتدي يتبني عندك خوف ان انت لو اخترت مجال غلط هترجع تندم، ولو اخترت مجال صح هيبقى هو ده اللي فيه الفلوس. عارف بقى اصلا الاحساس ده بيتبني من ايه؟ بيتبني من كتر كلام الناس اللي انت بتقعد تسمعه. الناس دي اصلا بتبقى عايزه تبيع لك الماده بتاعتها مش اكتر. يعني بتوع مواد الكونتنت هتلاقيهم هم عايزين يبيعوا لك مواد الكونتنت، فبالتالي بيحسسوك ان هي الحته دي بس اللي فيها. وبتوع مواد الميديا باينج او البرفورمانس هتلاقيهم نفس الكلام. فبالتالي انت بيبتدي يتبني عنك خوف ان ده التخصص اللي فيه الفلوس بس، وده التخصص اللي فيه المستقبل بس، وده التخصص اللي ليه لازمه بس. فبالتالي انت بتوصل لمرحله ان انت اصلا بقيت خايف تخش المجال بسبب ان انت مش عارف تختار ايه التخصص اللي جوه. فبيتبني عندك خوف من الحته دي. نفس الكلام طبعا في الفيديو اديتنج، في المونتاج، في الجرافيك ديزاين، في الموديل، في كل حاجه دلوقتي الناس ماشيه بتخوف بعض بيها. طيب لو انت عايز نصيحتي في الموضوع ده، انت مش محتاج غير ان انت تفهم الديجيتال ماركتنج كله، وتجرب تطبق في كل حاجه، وجرب تتعلم كل حاجه، وجرب تتقن كل حاجه. في الاخر لو انت جامد في الحاجه اللي انت بتعملها هتعرف تجيب فيها فلوس ومحدش هيبدلك. لو انت بتعمل حاجة سهل استبدالك فيها، صدقني كده كده لو انت شغال عالم ذرة هيتم استبدالك بعالم ذرة غيرك عادي. لكن انت لو مش مميز في الحاجة اللي انت بتعملها، كده كده تاني يوم مش هتلاقي مكانك موجود. فاللي عايز اقوله لك ان مفيش تخصص هيختفي، بس في ناس هي اللي هتختفي بسبب ان هي مش مميزة، فهيبقى سهل استبدالها. فلو انت عايز تتخصص في حاجة، اختار الحاجة اللي يبقى صعب استبدالك فيها.